الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين، محشي الورق العنب من أجمل الأكلات اللي كل الشعوب بتحبها. حتى كمان من جماله الناس ما بتقدرش تستغنى عنه، كمان بيحوشوه ويخزنوه للوقت اللي هو مش موسمه. دلوقتي موسم الورق العنب وبدأ ينزل وبدأ يكتر كمان في السوق، فأنا قلت بقى ما عديش الفرصة إلا لما أعمل لكم حلة محشي ورق عنب تستاهل بقكم. هنتعلم النهاردة ازاي نعملها بكل سهولة، وإن شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وإن شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم وكمان تعتمدي الطريقة دي عندك. نبدأ بقى الفيديو، بس قبل ما ابدأ الفيديو نصلي على النبي ونقول ندي احلى لايك. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نقول يلا بسم الله. اول حاجه هجيب صينيه عندي واحط هنا شويه كده من الزيت، وكمان انزل عليها بمعلقه كبيره كده من السمنه البلدي. بصراحه انا بحبها جدا جدا، وبحب اعتمدها بالذات في الاكلات اللي هي الدسمه دي، بتبقى حلوه قوي قوي وبتدي طعم جميل. اول بس كده ما السمنه والزيت يحموا عندي، انزل ببصلايه كبيره متقطعه قطع صغيره واديها تشويحه كده لحد ما احس ان البصلايه ادت ريحه جميله. بصراحه البصل الابيض من اجمل البصل اللي انتي ممكن تخرطيه في انواع المحاشي، كمان بيدي ريحه قويه احسن من الاحمر كمان. انزل كمان بقى كده معايا قرن فلفل احمر. انتي حباه سبايسي ماشي، حباه عادي ماشي، بس لو هو سبايسي بيخلي طعم المحشي حلو قوي قوي. انا بصراحه بحب اللي هو بيدي شويه كده، بيبقى حامي سنه. قلبته تقليبه وبعد كده بقى اسيب البصل والفلفل مع بعضهم يدوا ريحه حلوه كده ويطلعوا ريحتهم. بعد كده انزل كده بشويه من الفلفل والكمون، بيدي ريحه حلوه قوي للبصل والفلفل، وبالذات لما يبدا يدبل كده معايا تشويحه بس واحده. وبعد كده انزل بالطماطم. انا طبعا مش هطول في اخلي البهارات تتشوح كتير، لاني ممكن تسبب مراره شويه للطماطم. فانا على طول اول ما الاقيها بس هي تقليبه كده هتطلع ريحه معاكي حلوه قوي، ابدا انزل بالطماطم على طول. جبت هنا كده شفشق من الطماطم، بحب المحشي يكون لونه احمر وحلو، وبالذات كل المحاشي، مش هقولك بالذات الورق العنب، لا كل المحاشي. في نفس الوقت بقى على نار تانية جبت حلة وحطيت فيها شوية من المية عشان اسلق الفرخة اللي هعملها مع المحشي. قطعتها ونضفتها وخليتها زي الفل وعصرت عليها نص ليمونة، وبعد كده يعني نقعتها كده شوية يعني. وبعد كده عملتها عشان خاطر اطلع ريحة للفرخة حلوة. برضو هحتاج شوية توابل، احطهم على بصلايه كده متقطعه، واحط شويه ملح وابدا ادعك البصلايه بشويه البهارات دي، بتدي ريحه حلوه قوي للفرخه وكانها متبله بقالها يوم كمان. هنزل بقى كده بكل الحاجات الحلوه دي. بعد كده احط شويه كده من الكركم، نسبه بسيطه مش كتير. انا ما حطيتهمش على الفلفل والكمون لانه بصراحه بيدمر ايدي، بيغير لونها، فاحسن حل ان انا احطه مع الشوربه. حطيت كده، جبت شويه كده من الورق اللوري، حوالي ورقتين تلاتة. كمان عندي جزرية صغيرة كده غسلتها وقطعتها قطع صغيرة، برضو بتدي طعم وريحة كمان للفرخة. كل الحاجات اللي انا بحطها دي بتدعم طعم الفرخة وبتخلي طعمها خطير. هنزل بقى كده بشوية من الملح واظبط الحدق بتاعي، واول ما الشوربة تغلي هبدأ اوطي عليها النار واسيب الفرخة تستوي براحتها. رجعت تاني بعد بقى شوية كده لقيت التسبيكة بتاعتي استبكت خالص. جبت الرز وغسلته كويس وصفيته من المية، ونزلت على التسبيكة بالرز. اشوح الرز بقى مع التسبيكة لحد ما ينشف ويشرب التسبيكة، وكمان لو في نسبة سوائل تنشف خالص. انا عايزة الرز بتاعي يكون ناشف مفيهوش اي سوائل، بحيث لو كمان قعد عندي شوية كده من المحشي، ساعات احشي الكمية وتطلع كتير فبحطه في التلاجة لتاني يوم. الرز ما يبوظش معايا، طول ما الرز متشوح تشويحة كويسة تلاقيه يقعد معاكي كمان ويبقى كويس. وده شكل الرز، خلاص كده نشف معايا خالص. طفيت عليه وانزل بالخضرة. انا كنت مقطعة بقدونس وشبت، بحب اوي البقدونس مع الشبت بيدي طعم اوي. بصراحه في ناس بتحب كزبره، لو انتي حابه تحطيها حطي، بس انا ما بحبذهاش طبعا في المحشي. كل ده اذواق، كل واحد اللي حابب يعمل حاجه يعملها، اصلا دي كماليات، انما الاساسيات لازم تتبع الخطوات بالظبط. كمان بقى جهزت للورق العنب، حطيت ميه، واول ما غلت احط الورق العنب. اوعي تحطي الورق العنب والميه لسه ما غلتش،
طبعا لونه هيغير معاكي ومش هيعجبك لونه خالص. عشان تطلعي ورق عنب لونه اصفر زي الكهرمان لازم الميه يكون بتغلي. نزلت بكميه الورق العنب كلها على الميه، واول ما الناحيه الاولانيه اللي هي مواجهه للميه تصفر كده ويبقى لونها اصفر، اقلبها على الناحيه التانية عشان الجنب التاني يصفر. طبعا الورق العنب البناتي اللي هو العنب بتاعه بناتي بيبقى لونه اصفر جميل كده، انما في انواع تانية للورق العنب تيجي تسلقيه تلاقيه اخضر غامق، ده ما بحبذوش وما بيبقاش طعمه حلو زي ده. ده بصراحة بيبقى جميل قوي، وكمان لما بيستوي بيبقى لونه اجمل وطعمه اجمل وفيه مزازة كده حلوة قوي. عندي اول ما يستوي هطلعه من على النار وابدا اصفيه من المية المغلية. بصراحة محشي الورق العنب من أجمل المحاشي اللي ممكن تعمليها وترضي كل الأذواق. يعني بصراحة لو انتي عاملة عزومة أنصحك تعملي محشي ورق عنب، بصراحة مفيش حد مش هياكله، جميل جدا جدا. خلاص اهو أنا بقى صفيت كل الورق العنب من المية المغلية، هبدأ أحشيه. أجيب ورقة كده وأحط فيها شوية من الرز وأبدأ ألم الأطراف بتاع الورق العنب وألفه بالطريقة دي. أعمل لكم كمان واحدة عشان تشوفوها. احط شوية والم الاطراف، الجنب اليمين والجنب الشمال، وابدأ احشي. حاولي ما تضغطيش قوي وحاولي يكون في فراغات علشان تدي فرصة للرز ان هو يستوي جوه لانك مقفلة الاطراف. طيب لو انت في نوع من الناس لما بتقفل الاطراف الرز ما بيستويش معاها، حاولي تنفسي شوية تخلي فيه فتحة بسيطة كده للشوربة تدخل جوه المحشية وتسويها كويس عشان تحسي ان هو مستوي تسويته مظبوطه وكويس ويعجبك. خلاص بقى انا هحشي الورق بتاعي، هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان نرصها في الحله. بعد ما خلصت الكميه كلها كنت سايبه ورقتين خشنين كده وانا بكفف الورق، كنت شايفاهم خشنين قلت هخليهم احطهم في ارضيه الحله. طبعا المحشي بتاعي هيقعد شويه حوالي ساعتين كده على ما جوزي يجي من الشغل. طبعا لو انتي هتسوي على طول انتي تقدري ان انتي تحطي في ارضيه الحله بصل وطماطم، بس نظرا لان الحله هتقعد برضو ساعتين 3 كده ما ينفعش احط بصل عشان ما يعملش ريحه وحشه للاكل. فانا الورق بتاع الورق اللي كده في الارض بتاع الحله، وهرص المحشي بالشكل ده لحمه الحله بتاعتي تتملي خالص. ده شكل المحشي بتاعنا. عشان اسويه ويبقى تسويته مظبوطه اخلي شوربته مغليه، مش زي البتنجان. البتنجان لما بيكون الشوربه بتاعته بارده بيبقى حلو قوي، لان طبعا ما يغمقش معايا لو شوربه بارده. اما لو حطيتي ميه شوربه مغليه على المحشي البتنجان بيغمق معاكي. ورق العنب بقى بيحب الشوربه تكون سخنه جدا. ازيده واوريكي المستوى بتاع الزياده بتاع المحشي عشان يتظبط معاكي. محشي الورق العنب بيحب الشوربه شويه، يعني لما تزوديه شويه شوربه بزياده كده هتلاقي طعمه حلو قوي. ما ينفعش ان انتي تعمليه زي الكرنب او اي محشي تاني، لا هو بيحب ان انتي تكوني مزوده الشوربه شويه. اسويه بقى وبعد ما اسويه ارجع لكم تاني. وده شكل المحشي بتاعنا بعد ما غرفته ورصيته في طبق حلو كده. كمان كنت عامله قرنين فلفل بيخلي طعمه حلو قوي لما بيتحطوا معاه في الحله في التسويه بيدي ريحه حلوه قوي، خلي طعمه جميل جدا. وده احلى طبق محشي ورق عنب ممكن تعمليه. جربيه وقولي لي ايه رايك في التعليق. في نهايه الفيديو لو عجبك حلقه النهارده اللي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس يوصلك مني كل جديد لسه ما اشتركتيش عندي. ولكل متابعيني حبايبي عايزه احلى تعليق واحلى لايك. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش من وجودكم ويديمكم نعمه في حياتي. وكل سنه وانتم طيبين. جربي الطريقه وما تنسيش تقولي لي رايك في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم ان الورق العنب ده انا عملت معاه احلى فرخه، حمرتها بس في حته سمنه كده. وكمان الطريقه دي للفراخ هتعجبك قوي، سهله وبسيطه، وكمان مش عايزين بهارات ولا اي حاجه، احنا حابين ناكلها بالطريقه دي. وبألف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.